الحج مش مجرد خطوات بنعملها، كل نسك وراه معنى عظيم جدا، وكل حركة ليها رسالة للقلب. من الإحرام للطواف للسعي، انت مش بس بتأدي عبادة، انت بتعيش رحلة تغيير كاملة. تعال نفهم أسرار الحج الحقيقية. الإحرام. الإحرام هو أول خطوة في الرحلة. كل الناس بتلبس نفس اللبس الأبيض، مفيش غني أو فقير، مفيش منصب أو شكل. كأنك بتخلع الدنيا كلها وترجع لربنا بقلب بسيط. ودي رسالة إن قيمتك الحقيقية في تقواك. الطواف حول الكعبة. الطواف مش مجرد دوران حول الكعبة، دي رسالة إن ربنا يكون محور حياتك. زي ما كل الناس بتلف حوالين الكعبة، لازم قلبك يدور حول طاعة ربنا. الطواف يعلمك الثبات والوحدة بين المسلمين، ويفكرك إن الاتجاه الحقيقي واحد. السعي بين الصفا والمروة. السعي بيخلد قصة السيدة هاجر لما كانت بتجري تبحث عن الماء لابنها، ورغم التعب ما كانتش فاقدة الأمل، فجاء الفرج من عند ربنا. الرسالة هنا إن السعي مهم، وإن ربنا لا يضيع تعبك أبدا. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله. الوقوف بعرفة. يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا، ملايين واقفين يدعوا ويبكوا. اليوم ده يشبه يوم القيامة، كل الناس واقفة تطلب الرحمة. عرفة بيعلمك التوبة، وإن باب ربنا مفتوح دائما، وإن الرجوع لله عمره ما يتأخر. مزدلفة ورمي الجمرات. في مزدلفة الحجاج بيرتاحوا ويجمعوا الحصى، وبعدها يبدأ رمي الجمرات. وده اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام لما رفض وسوسة الشيطان. الرسالة إنك لازم تحارب كل وسوسة وكل حاجة تبعدك عن ربنا حتى لو كانت صعبة. الأضحية. الأضحية بتفكرنا بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، لما كانت الطاعة كاملة لله وربنا فدى إسماعيل بكبش عظيم. عشان كده الأضحية رمز للتضحية والطاعة، إنك تقدم حب ربنا فوق أي شيء، وإن الإيمان الحقيقي يظهر وقت الاختبار. ودي من أعظم معاني الحج. الحلق أو التقصير. بعد انتهاء المناسك يبدأ الحلق أو التقصير، ودي علامة على بداية جديدة، كأنك بتبدأ صفحة نقية بعد رحلة مليانة دعاء وتوبة. الحج مش مجرد أيام وتنتهي، المفروض ترجع إنسان أفضل بقلب أنقى وروح أقرب لربنا. الحج مش رحلة سفر وبس، دي رحلة تغيير للقلب والروح. كل نسك فيه درس عظيم، وكل خطوة تقربك من ربنا أكتر. لما تفهم المعاني هتعيش الحج بشكل مختلف تماما. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.